طبقنا اليوم راح يكون مرقة البامية بطريقة سهلة وسريعة وتجنن وما راح تاخذ منكم أي وقت. بالبداية هنا أنا عندي لحم غنم غسلته وضفت له الماء وحطيته على النار على مود ينسلق. على ما ينسلق اللحم راح أسوي البامية. هنا أنا عندي البامية راح أغسلها قبل لا أقرمها، أغسلها يلا أقرمها. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا ورا ما غسلتها بديت أقرم بيها بهذا الشكل مثل ما تشوفون. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا كملت كل الكمية، انتوا اخذوا الكمية اللي تحتاجوها للبامية. هسه عندي هنا طماطة مردتها بإيدي ووراها راح أصفيها بالمصفي مثل ما تشوفون. ورا ما مردتها راح أصفيها بهذه الطريقة. مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ورا ما صفيتها بجدر على النار ضفت زيت. قالوا إنما نحن مصلحون. وضفت حبة من البصل المقطعة ناعم. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ظليت أشوح بيه شوية. وراه راح أضيف اللحم اللي سلقته قبل شوية، راح أضيفه فوق البصل وراح أظل أقلب بيهم أحمس اللحم ويا البصل. ألا إنهم هم السفهاء. ورا ما حمست اللحم ويا البصل راح أضيف البامية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وراح أظل أقلبهم ويا اللحم. وهسه راح أضيف الثوم وهمين راح أقلبه. وراها راح أضيف مية طماطة وراح أخليها تفور. على ما تفور راح أسوي التمن بجدر على النار، ضفت زيت وراح أضيف التمن المغسول والمنقوع. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهسه راح أضيف المي اللي راح يغطي شوية من التمن وراح أضيف الملح. فلما أضاءت ما حوله ذهب من يفور التمن ويبدي المي مالته يقل في ظلمات لا راح أهدره على النار. صم هسه ورا ما فرت المرقة راح أضيف لها ملعقة من معجون الطماطة وراح أضيف لها الملح. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. وهاي النتيجة النهائية، أتمنى تعجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا لحسن المتابعة، استودعتكم الله. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.